الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. درسي صديق فانا قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. مصنفين رحمه الله تعالى قاعدة أرفيسة كان كيست وننو بتاجر ظاهر النصوص يجد ظاهرين الصواني ما يتبادر منها إلى الذهن، وان يصير رددف كرا الذهن من المعاني معنى ونرى والنكر الذهن تددف ظاهر إتي تجسد سلا واهي نصوصا كيستي نصوص قرآن في سنة ظاهر الرياسون جركمن الرجل جنر ظاهر نصوصا جتشون كنمو ما يتبادر منها إلى الذهن، وان يصير كرا الذهن تددف تيو ظاهر جرم جتشون، وان يصير كرا الذهن تددف من المعاني معنى ونرى تول. أما ظاهر جتشون ما يظهر من النصوص من المعاني دوبا معنى الرّ نصير واملة جدّ معنى كربي ملت من غير تمثيل. ظاهرة جدّ سكسيت جدّ دوبا، وهو يختلف بحسب السياق. إنما ولبا ظاهر يكون جدّ أكا سياقات أكا دبين أوفا مارو ولبا، وما يضاف إليه الكلام وان كلام نيتهرك فمون ولبا ظاهرم تكون جدّ ظاهرم تكون واللبا أكا سياقات أكا دبين أو فمارون أكا سما وان كلام تلك فمارو واللبا. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى، كلمات كتير معنى نسداف نتا في سياق أو فينس دبي وهي كيست معنى تكو قباته، ومعنى آخر معنى بروموني قباته في سياق آخر أو فينس برا كيست جلتو. وتركيب الكلام تركيب كلام يرو والاتقامن يفيد معنى على وجه كرا تقرت معنى فيده، ومعنى آخر على وجه أمو معنى برا فيده كرا تكون موجد. إذا حاصل لكلام مصنف رحمه الله تعالى ظاهرة كانت واللبا جد ما كمتي واللبا جنان فكفا أكسياقات واللبا ظاهرمتي، لما فا إضافة لا واللبا كلام يتهر كفم واللبا تدفى سادا تركيبا واللبا جد. مثال مصنفين رحمه الله تعالى قنانو ربتا: فلفظ القرية لفظ قرية مثلا مثالا فننسين جدا يراد به القوم تارة تك قوميتو استفرامة قيارمان، ومساكن القوم تارة أخرى تك مو منيتي قوميتو استفرامة جدر من دري. فمن الأول إذا درار رأي إذا كم يرى إذا دوبا قتنيكا قومين استفرام الرأي إذا قومين استفدام الرأي يراد به القوم النمن. إذا الرأي قوله تعالى جتي الله: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وإن من قرية والرمن درا دوبا قتني تقول لين جرويت يونتي قريان قافا ربتي كفرت جت دوبا يونتي إسان هلاكني مالي جد قبل يوم القيامة بيا قياماتين درتي دوبا أو معذبوها عذابا شديدا تكاو إسان عذب نمالي بيا قيامة جد عذاب جبات جد. أما آية كنان
كان في الأماجر دوبا وإن من قرية يروجلوا ورق أرياسنا تتفي الأماجر جلتو ورق أرياسنا تتفي الأماجر المراد من القرية هنا أهل هاجر وأما مفسرون ستيجر ورق أرياسو اتفي الأماجر ورق أرياسو اتفي الأماجر قريان رسولتوتا سبسيسي غافا كفرين سيرا أرقمي جلي ربين إسيني هلاك جلتو ومن الثاني إذا لما فرأي قوله تعالى إذا أن يتفرموا دوبا مساكن قومي تارة أخرى صالح قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية صالح أما وإن من قرية يروجن وإن من قريان سن قريان أولات جتور كسورة إسرائيل وإن من قرية جتور والرما سنة يو قرية كان اتفلم جتور قومي لما تتفلم جتور إذا بود كانانو إنا مهلكون تهلاكا أهل هذه القرية ورمن دركنا هلاكا أجا ربين ورمن دركنا أما آيات راكيست وإن من قرية قرية جرميت مي قومين اتفلمت تول أستمو إنا مهلكوا أهل هذه القرية يروجدوا يروكنا مو دوبا مساكنة اتفلمت أما قا وانتنتي مجازي جنو هوي هنجرو هاي akka siyaaqaatiin oofnaa kalimaadhuma tokkichatuyyuu ma'anaan isaa garaagara ta'ara jechuudha lafti qariyaa kanatuyyuu siyaaqa aayaa isa olii keessatti wayimmiin qariyatiin jechuu irratti ma'anaan isaa duuba qawmiin itti fedhame isa booddee keessatti immoo ahli haadhiil qariyaa yeroo jedhamu immoo masaakinatti itti fedhame والشاهد أن الكلمة الواحدة لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر وانتنوتي مجازي جنو فنجرو حقيقة لا مجازي وانتجرم وينجرو مجازي جنة وان فلمن وهين قبنو دوبا لفظي لما إساء كانتيو حكا سياقاتي واللبجة لفظين تكتيرمتين ونقول نجن صنعت هذا بيدي يوكاني وتقول جيت أتمان نجت صنعت هذا بيدي حركك يعني كان دلقين جد فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي يا ربين واني نركك لمان خلك ما سجود قلت بدجر نبليسين يدينة صنعت هذا بيدي جد في إنك ربي سندوبك تنيك أد جد لأن اليد في المثال يدي مثال كيف تجر أضيفت للمخلوق مخلوقات تهرك فهمت جدت مخلوقات تهرك فهمت هذا يدي جدت فتكون مناسبة له مخلوقا والقلت المتات جدت وفي الآية أضيفت للخالق خالقات تهرك فهمت فتكون لائقة به خالقا ملتوسات جدت ولا يشارك المخلوق في خصائص هذه اليد فلا أحد سليم الفطرة نمني فطران سانقاته صريح العقل كانت يعتقد كان هذا قلبي تنجر أن يد الخالق كيد المخلوق يد خالق كيد مخلوقات جدي كان قلبي تقول ينجر أو بالعكس تكاو كان مخلوقات كان خالقات كنجر تقول ينجر إذن إذا عقل صريح جتون عقل الداتا إفا جتون الذي خلا من الشبهات جتون كشبهان راقل قلوته كان شبهان كيسان سينين شبهان علماء الكلامين فدن كن جدت شهوات الرئيس قلو كان تجدت عقلي صريح جلنين شبها كان هنكم شهوات كان هنكم نجدت وتقول نجدت ما عندك إلا زيد ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك أما كنس مثال جبان ما عندك إلا زيد حصري فيد أما جملان دراكوني قصر الصفة على الموصوف ما عندك إلا زيد سبره انجر زيدي مل
كسبرت أرقموا زيدي قف جدت وما زيد إلا عندك زيدين سبرت مالي نما برابرت أرقموا جدت نكون أمه أما موصوفة صفة كيسة تكسر مجدت غراغرما قبو جدت جرمت كن جرم كانتو غراغرما قبو ما عندك إلا زيد يروجن زيدي مالي سبرا واهن جرود نمني برا طيب أمو وما زيد إلا عندك إنه جرمو زيدين سبرا بيتشات مالي نبكا براتن أرقمو نمني برا بران جرو جتشون كم ولا بجتشورا جرمان كل مان ولا بني الجملة الأولى أفادت قصر الصفة على الموصوف ويكون المعنى أنه لا يوجد عندك إلا زيد ولا يوجد شخص آخر عندك أي قصر الصفة التي هي العندية على الموصوف الذي هو زيد كانت أفادت قصر الموصوف على الصفة فقصرنا زيدا وهو الموصوف على الصفة وهي العندية أي أن زيدا لا يوجد في غير هذا المكان لكن قد يوجد شخص آخر معك يجر واللباجر جتر والدبرسور مانويو إذا تقرر هذا يروكو الرق يجد فظاهر نصوص الصفات ظاهر نصوص صفات ما يتبادر منها وانسير الدف إلى الذهن من المعاني كانت ظاهرة جرم جلت وقد انقسم الناس فيه إلى 3 أقسام نمني بكسرتي هرمي جر جلت رئيسي كيست بكسرتي هرمي القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا ظاهر متبادريسا معنى حق كان قدن تجر جلت يليق بالله جل وعلا كالربي ملو معنى ربي ملو وأبقوا دلالتها على ذلك أجلتو سيداسا مرتي والرحم بستجر على ذلك على الذي يتبادر إلى الذهن ذهني رتي تددف معنى ذهني تددف سنرتي كان بسن ويجر وهؤلاء هم السلف جركن سلفتوتا الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم لكم يا السنة والجماعة جررت ملكا إن صدق نجد نما برارت نقوم وجه جرى شاعرو ما تريديو ترت جررت مد جرى كان رتي أهل السنة والجماعة صدق وقد أجمعوا على ذلك كان رتي والتعنير كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون جد والتعنير على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة إقرار الرد سبتشي سورة صفات القرآن كيسة تلوفت حديثة كيسة تلوفت هندما سبتشي سورة والتعنير والإيمان بها وحملها على الحقيقة حقيقة في قبسيس لا على المجاز مجازي مثل إلا أنهم لا يكيفون شيئا تكييفا ونجرب ننجر ملي من ذلك سنر راجلت ولا يجدون فيه صفة محصورة صفة حسر ما ويسموه سكيسة أرقان وجه لا يجعلون لصفاته نهاية وغاية صفة حسر ما جن هدما غاية بكده هدابة وهي صفات ربي كيسة أرقان وجه إذا ور بدعة جاميوني معتزلوني جركاني دوبا إنكار قدو جج ظاهر رتي حقيقة رتي حملا وجه وركن مو ظاهر مرة ريتني كيفية مو أقوم أمالا كيفية صفات ربي إنقلنوا خالقة إيشان جدّ ولا يجدون فيه صفات ربي كيسة أرقنوا صفة محصورة صفة حصرمت دانقفمت نهاية كان قبل غاية كان قبل جدّ خلاف صفة بشراتي نمني صفة نسالة دانقا قبل فلان فكينا أما إبلو علمي قبل يوجدن إبلو أرجما قبل يوجدن honga qabdi mitire wonni sun arjummaan saadaari qabdi beekumsi daangaa wahii qabdi jechuudha kan rabbiin mokkasii miti jechuudha محصورة miti jechuudha duuba وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التعويل كيف تجري لا يجوز رد هذه الأخبار أخبار وانكنا ديبسون إنبكوا ولا التشاغل بتعويلها إسي أولو شاغلون في إنبكوا إسي شاغلمون تعويلا شاغلمون إنبكوا والواجب حملها على ظاهرها
ظاهرة تحملوا لدركم نجر وأنها صفات الله صفات ربيتي لا تشبه صفات سائر الموصوفين صفة موصوفة براهن فكات جدت بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيها إسي كيسة تشبيه قلبيتنا لزمه صفة خالقا كان كيسة صفة ما تفكات جدتون لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة أكما إمام أحمد الرأودي فمي أئمة جرى كان الرئيس أكما أودي فمي جادوبا انتهى نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية دبيغانا جدتون ابن عبد البر دا في قاضيته نقل ابن عبد البر قاضي أبو يعلى كان الرأيت إن نقل شيخ الإسلام ابن تيمية نقل كيسة جنان فتوى حموية كيستي نقلا جدتون رحمه الله تعالى وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم إذا كانت مذهب السري لا ظاهرة صارت حنبتون جدتو كيفيات مربي هركسون كران كجيلاني سكان الحكيم كران دوبا قتني حكمة كبو سكان وذلك وانت مدام يكون صحية تأيف كرا سري ونتأيف لوجهين وعلى ما في يجو الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة تقفى تطبيق جيتشو ونكون هجير أولتو قوتو تأي وان قرآنني في هذه النرتكا جيلتي من وجوب الأخذ بما جاء فيهما وان قرآن الحديثة كيف تلو في قبجون دركما تولى كان قرآن نرتكا جيلتي من أسماء الله وصفاته أسماء ربي دي في صفات إسارة كما يعلم ذلك أكمة بكم جيتشو لوجوب ما كن من تتبعه بعلم وإنصاف نمني إسهرد في جري بكم سان حقد لقول أن جيتشو عادل مالا الثاني طيب تطبيقة أنثى تطبيقة عمية أنثى كنا كبيك مجدد الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف حقني إما أن يكون فيما قاله السلف تكاهو وأن سلفوني دبة كيسة تجرى جدتورا أو فيما قاله غيرهم تكاهو وأن نمني براجل كيسة أرقم جدتور حقني تكا سلفوتا والجنجر تكا نمبراتي والجنجر جدتو والثاني باطل حقني سلفوتا والجنجر نمبراتي والجنجر جدتوني باطل جدتو كون الحق فيما قاله الخلف باطل حقني وان خلفوني والربوت دي كان متأولوني وري أشعروني ما تروني وانت أدى داكن وان جري جلن كيسا حقني أتش كيسا جرى جدتون باطلتها جدتو أكملت باطلتها جناني لأنه يلزم منه يو حق نجرى وجنين جرى جنة هل الزم جدتو كنرى أن يكون السلف من الصحابة والتابعين سلام صحابة لا في تابعيوت الرأيتين لهم بإحسان تكلموا بالباطل باطل دبة جدتو للزمار تصريحا أو ظاهرا تصريحا الديساني تكا ظاهر ما نوجه ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده تكا حكا الديساني دبتنين كبنو ظاهرا دبتنين كبنو حكا سلا قلبي تلتشون دركما تأو جتشوت إرى للزماجر جتشو قافا حقني وان خلفني جد كيس جرى قافا جنة كانت للزمار جتشو سلفوني باطل دبتني جتشو تاجر حق دويساني جتشو تآجر جتشو كانت للزماجر وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين كن إمو ما لزم سيس جنان سلفونكم ولا لا تهاني بالحق حقهم بر ولا لا جتشو إرى للزم وإما عالمين به تكا حقني بيكني لكن كتموه نجويسان جتشو إرى للزم وكلاهما باطل لازم لما نمو باطل يجتشو جاهلا حق واللالون ثانيس إمو حق لويسون ثانيس باطلة وبطلان لازم لكم باطلتون يدل على بطلان الملزوم ملزومين سن دوبا قتني باطلته إرت دوبا قتني كأجل تجدت فتعين دركمته أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيره دوبا دركمته جدت لمالتو
حقني وان سلفون نجدن كيستي أرقم ملي وان خلف نجدن كيستي إن أرقموا جتشون دركمته. القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات دوبا معنى باطلا اسم لما فاني موجد رقانمني سريتي قولم جريتي بتاجرا لما فاني مو من جعل الظاهر المتبادر ظاهر متبادري كان نصوص صفات الرّ معنى تدانا مسيدده كني معنى باطل قولن جيتشو لا يليق بالله كربين مل وهو معنى باطل كربين ملتون التشبيه جيتشو تشبيه قوتشو ربي مخلوقات فكيسو وابقوا دلالتها على ذلك سنرتك جيتشو إسادا نمهم بسنجيتشو وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه جاهدون كراهدون حرام جيتشو. الأول أنه جناية على النصوص نص ونرتب دي راوتو لكل وتعطيل لها نصوص كان أبمسيسون مرمور عن المراد بها وان سيدان في الأمراء عطلوته جيتشو وان سيدان في الأمراء عطلوته نصوص وان سيدان في الأمراء عطلوته جيتشو. طيب عن المراد بها فالمراد بها المعنى الذي يليق بالله جدّ كان سيدان فلم مالي معنى سيدان فلم دوبغتني معنى فكربين ملو إسرات أبم سيسوتا جدّ حركة مخلوقات غافة جنمي سن أبم سيف ماجر. فكيف يكون المراد بها التشبيه كمثل وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء جل ربنا فكنوا في الرانة فيهرا. الثاني لما فان أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق عقل لم تكجل خالق لمخلوقان أدته في الذات والصفات ذات كيست الصفات كيست. فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما أكملت مرتفما رجاء نفسين رتكجل يدو خالقات مخلوقة والفكين يجرى جرمية كما تمرتفهم. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه مفهوم لمشبه فهم يكون من النصوص مخالف لما فهمه السلف وأن سلفه أن فهما خالفه فيكون باطلتها جدت رقافا فهم جرى خالفه. فإن قال المشبه يوجده أنا لا أعقل من نزول الله ويده بوين ستاتي في يدي سارة اللفين بيكو إلا مثل ما للمخلوق من ذلك أكما يدي مخلوقا أكما نزول مخلوقا ملئ كمران بيكو يوجده. والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله ربي نتن دبن نبر وانت بيغن وانت فهمن ملئ يونون جده. فجوابه من ثلاثة أوجه كراسدهن ديبيغونا. أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه إن صفاتك أن نتدبت اسمه وفر دبت ليس كمثله شيء جتشوران ونهى عباده كقبروت سارو أن يضربوا له الأمثال فكين ربي قتشو كان قبروت سارو أو يجعلوا له أندادا تكاو فكاتوت شريكوت ربي قتشو رئيس روثا. فقال فلا تضربوا لله الأمثال ربي في فكين إنا جاء ربي قنوه ربي فكينا قلنا ربي كان فكاتا وانا كفين قلنا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون الله إني بيك يسنموهم بيك تنوجد. وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ربي في فكاتا شريكا قلنا حال بيك ربي خالق رازقته. وكلامه تعالى كله حق كلام ربهم دنود قال يصدق بعضه بعضا قرنسا قريركم ولا يتناقض والهنديق جلسوا. ثانيها لما فانسي لا أن يقال له إسان جلجل ألست تعقل لله ذاتا أتهم بيكت ربنا كان ذاتك لا تشبه الزواج ذات برامو كان فقان ذاني ربي. فسيقول بلى إسكن نمنا بر نكب بر ربين ذات نكب ذانسا ذات مخلوقان فقات جل. فيقال له إسان جلم فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات إيجا أكسته صفاني ساتي صفات برا فقاتو دبوني كنها فهممو جدا ما جدت. فإن القول في الصفات كالقول في الذات جدت صفات كيستي أقوم ذات كيستي ومن فرق بينهما فقد تناقض نمني يدو صفاتاتي في ذات أدكو دي جده جدتم تسالمانو والجي جرا إن كن قائدة بريدات
باقي كان ما غرغارو جچو ما جچوني القول دوبا غتني في الصفات كالقول في الذات بدا بريدا هاي باقي ما غرغار جچو ور مبتدئ افراد بسو كيست مبتدئان كمو ذاتني سبچيسي ذات يروسين سبچيسي جچه اذا ذاني ذات براتي ولفقاتو جت كربي ذات كمي ذات اساملو جت اذا صفني تقسم جدا مان جچو القول في الذات القول في الصفات كالقول في الذات ومن فرق بينهما فقد تناقض ثالثها أن يقال جلموران ألست تشاهد في المخلوقات كذا نغرتوت ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية وأما كيسة تقوت أيكا حقيقة في أكادا كيسة تكولب مخلوقات كيسة ترقان جتو فسيقول بل أنا نرقان جت فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات يد مخلوقات غراغر ما يغبرت في هذا فلماذا لا تعقل بين الخالق والمخلوق جمال غراغر ما فهموا دب هبتوا دب بوت مع أن التباين بين الخالق والمخلوق يظهر يد خالقات المخلوقات غراغر ما انجر إرم الله تعالى وعظم إرقد بل التماثل مستحيل والفكات مستحيل اليوم بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الصفات القسم الثالث إذا دوبا كنان ديبس نجلسو قسم سدفان من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى نصوص الصفات راكن نمسي فهمون سادا ددفو كان ورقود تجرى معنى باطلا معنى باطلا كان قولوا لا يليق بالله كالربين همال وهو التشبيه ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه وانسين الرتك جلتو مرمن جلتو ردوبا من المعنى اللائق بالله معنى ربي ملترى مرمن وهم أهل التعطيل جلتو ور صفة ربي مرمكان سواء كان تعطيلهم عاما مرمون ثانيس عامي توس هند والقها توس في الأسماء والصفات أسماء الصفات هند مرمنوس أكجهميوتا أم خاصا فيهما يتعلم عن كيف خاصي تهوس جلتو ردوبا أسماء تبتشيت صفات مرمتي معتزلان أما أو في أحدهما توقو كيست تأوس جلتو جريا شاعرون نفان مو دوبا صفات تربة بيتشا تبتشيتي كان أول سجلتو أحدهما كان جلاجر ركو جلتو أسماء تبتشيتي معتزلان جلتو لسين دوبا صفات كيست مو أشاعرون دو صفات تربة دوبا قتني كتبتشيتي كان أول فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها ظاهر يسير نفسي دفسني إلى معان كرمعن ونس عينوها بقولهم أكل ثانية كأن معنى سنجدت واضطربوا في تعيينها يسي عينوا كيستمو كان اضطراب نجرت ترقم اضطرابا كثيرا اضطرابا نجدت لكنافو قافا دوه ديمانو هندي ثانيتو وان كان اتقابني تيجورا كان جري آخرا ديما الدنيا رقافة ديما وسموا ذلك تأويلا جنان يامن سنة وهو في الحقيقة تحريف حقيقات ونسون تأويلا وسنتان تحريف جيتو ومذهبهم باطل من وجوههم مذهب نجرامو باطل جهاد دوران أحدها أنه جناية على النصوص فكفا جتورا كنفس الرتب دي أمور حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له معنى جتورا قتني وان كان معنى ربين همال ربين كان الراهن فيرين قد آجرا جتور الوجه الثاني استولى لأرنا مثل أولا دوبا استولى لرجلا سنة كيسة جتور معنى كن دوبا مراد ربي توقم اتبرا الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله قرقلت عن ظاهره ظاهر سارة والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام كجري قلب فتني ويفهموه فهمنوا في يجل على ما يقتضي هذا اللسان العربي أكلوا غان أرباكم مرتيسس والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر دوبا تنيكا لغاربا لغانما إسفصيحة إن دوبا تنيرجم ربنا متدوبة يجل فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره ظاهر سارة تحملون دركمته المفهوم بذلك اللسان العربي ظاهر سنوه لسان عرباتنا اللغة عرباتنا دوبا تني
كان فهم مجلتون غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل قرود الكمتها مليجتون تفهمون كلام ربكم يرفهم مكان فهمي كان كيست تفهمون أكاتا اتقوتشورا أكاسم أمو صفاتا كان كمخلوقا فكي سورة في حق الله عز وجل. الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله كلام ربيتي في إرقما ساقر قلتون عن ظاهره ظاهر سارة إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم بيكون سأمل دبته وهو محرم قول على الله بلا علم محرم قدما لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش وما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون جل يكون له وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن بين رب رتلبته جل حرام جد حرام كيساو تقدر سجر الرئ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا جل فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره نمني كلام ربي في إرقامات ظاهر الرادب سن إلى معنى يخالفه كرا معنى يتخالفه فقد قفى ما ليس له به علم وأن بكم سيسا فنجر هردفير نمنكون وقال على الله ما لا يعلم وأن بين رب رتلبتير من وجهين كرالمان الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا جلال فلمان ليس المراد بكلام ربي كنان كان فلامي كلام إرقام ربي كنان كان فلامي كنامتي جراجر جتنا متشكون فكنا استوائي متي كان فلامي حيه ما فلامي ري استيلائي دا مع أنه ظاهر الكلام ظاهر كلاماته هو الجنين والنسون جتشون والنسون ظاهر كلاماته هو الجنين استوائي رعلوين فلامي نجد استواء الرعلوين فلمون ظاهر كلامات كانوا ما وجني سمر مارلا. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا جد كان إسان فلم إذا كان أجد استواء لان كان فلم استيلاء جد لمعنى آخر لا يدل عليه كان سرة كجيجن ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم بكما قافت أن تعيين أحد المعنيين معنى لما عينون المتساويين والكتا كتهني جلا في احتمال كيستي والكتا معنى لما جلت قولا بلا علم قافته فكينا في قرئي فلان كان لفظي قرئي كان قرئي كقرآن كيستي ربتني كان جلت لفظي قرئي كن طهري لا في اسم ملا حيضي لا في اسم ملا أما ولما ملجت ولما إسمال كان أتوكينا متوك معنى إساتوك تعين جد لكي قرئين كنا حيضيدا يوكاني طهري وصوجد والكذا سلام مجد كل مان احتمالك ستدوبا قد متساويني كان سي رقادا ملت أتونا متوك كي أين سلامان قولا بلا علم تاجدت بكم سام ملتي ودبتشو تأسلا. فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح معنى مرجوه كفاته هيجده عينوا كيفتي ممار ما يعدد المخالف لظاهر الكلام ظاهر كلام خالفا كانت استيلائي كنو عينا جرا جلت استوالا الرحمن على الرش استواسنا جلت استيلائي دان فسرالا علوي ديسني قافا كان ميأكم هاتا وجدت. مثال ذلك قوله تعالى لإبليس جل ربين ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي جلني ما منعك معلومة تسجد هذا سجود قد لما خلقت بيدي جلن إذن أرككي لمن خلقه. فإذا صرف الكلام عن ظاهره ظاهر إساكن الرّ قاف كلام قرقلت وقال لم يرد اليدين الحقيقيتين حركة لما يسحق إيقاتي متي جتشو قافة وانكسي كن انفلمن قافة جلئ الراقرة قلت له وإنما أراد كذا وكذا إنني ربي نتفد نعمات تفد قدرات تفد إجرى كلام نمتشي ورمو أولون نسون جتشو. قلنا لو إسان جن ما دليلك على ما نفيته وأمر متى كان رتي رجعان كمالي رجعان ملء مرمون دندامو وما دليلك على ما أثبت نعمة قدرات سجل رتي مو رجعان كمالي
فإن أتى بدليل يو دليل نفي وأن له ذلك دليل في دون إساس أرقما يومتي دبينو تولجت وإلا يو إن دليلا في دين كان قائلا على الله بلا علم رب الرتي بكم سامل دبتير في نفيه وإثباته يرو مرمس يرو سبتشيسوسي يرو يدي رب الرامر يرو نعمة سبتشيسوس دوبا قتني أكستير جلت والحق أن لله يدين تليقان به لك ماذا سلفاتنا الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل مذهب وراء معطلا بل ليسوا كيستين أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها نصوص صفات ظاهرة سرة دفس مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن نبيين رجلا في صحابه رجلا خالفا وسلف الأمة وأن الرجلا وأئمتها فيكون باطلتها جلت لأن الحق بلا ريب حكمي كشكين جر فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها الوجه الخامس أن يقال للمعطلين كان عندنا ورصفة ربي مرمان كان هل أنت أعلم بالله من نفسه ستو ربين الربي كان يسره فيقول لا جل لك ميتي جل يو نعم جل انكفر مكم ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق ونربنا في الرأي وديس وقال حقا جنانين فسيقول نعم جلانين ايه وقال يومي لا يومي انكفرك لأنه مكذب لله تعالى ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين دبي رفصه ما قبو بيان ما قبو دوبا تنيقاني بيتا من كلام الله تعالى فسيقول لا بيقول لك ثم يفصه ما قبو ثم يقال له هل تظن أن الله عز وجل أراد أن يعمي الحق على الخلق حقا كان ربين خلق رتجامسو فيجتشور يادة أتدنين في هذه النصوص نصوان كان كيست ليستخرجوه بعقولهم عقل ثانيتين هبافة وجدتي ربين جررت جامس جتشو يادة فسيقول لا يعني هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن هو نمتشفنا وانجلم وان قرآن كيستر في الالان قافي كانت إهيسنا جلتو أما باعتبار ما جاء في السنة وانا دي سكيستر في الالان مو فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم جلمانين فسيقول لا جلان لكن الجماعة ربي نبيكو ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق واني ارجما ربي الرأوديس أقادا جلمانين فسيقولون نعم جل أقال ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصه كلاما وأبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان بيتا نمنتكو أفصه كلاما جهاد بيتي جهاد تنيغا وبين سوتي ارجما ربي الركن بين سنجر جتون يادا فسيقول لا جد ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أنصحوا لعباد الله من رسول الله فسيقول لا جد نمني ارجما ربي تعالى قربوت ربي نفسي أولو نجر جتون يادا لكن جروا ارجما رمتر يادا جد فيقال له إتانجلم إذا كنت تقر بذلك إيغة كان رقاسس تتاتي كان من تتاتي فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة مع الاستبرة أرقمن فندربون جغنمان في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه والربن في سبتشي سوكيست وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إرقمان ساكن سبتشي سيف على حقيقته وظاهره اللائق بالله حقيقة سارت ظاهرة سارت جلت دوبا كان يسامل سنرت جلت وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة أكملت ياتي دربه لابد أكملت جبن ما لابد في نفي حقيقة تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم وكيف يكون عندك الإقدام أكملت دربه سي أرقم جبن ما أكملت سي أرقم مرمو كيست ياتي حقيقة وانسنا مرمو كيست وصرف إلى معنى ظاهرة خالف أتقرقلت كيست بيكم سامرت أكملت كن سي أرقم بو وماذا يضيرك معلومة ميرسة إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه والربنا في رقائس يرقائس في معلومة ميرسة في كتابه كتابة ساكرة ربه في رقائس أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به قال ربي ملون فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا يوكات يفضل السجد وأن قرآن كيس جر حديث كيس جر رقائس ستو مرموسة معلومة ميرسة أفليس هذا أسلم لك
كن إرسه في نقامتي وأقوام إرسه في قجلامتي لجوابك قاف ديبيكيتي إذا سئلت يوم القيامة يرو قافتمتي ماذا أجبتم المرسلين رسلتوت معلومة جتني سنجلا أواتا يروي سنجلا مسن يو قرانا في حديث ظاهر مسارة كبت إركن ديبيكيتي في نقامتي في قجلامتي أوليس فرفق لهذه النصوص نفسوان كان ديبسوني عن ظاهرها ظاهرة سرا ديبسون وتعيين معنى آخر معنى برادا عينون سيلاك هاؤون مخاطرامتيسا منك سرا فلعل سنرى قبكم سنبليسوسا فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها أكسلا صرفونسا نبقى جنيوت مكاني كان قدر مرادين غير ما صرفتها إليه وانا اتي دبسيت سنة ملكا براتون هملوسا أما فكينيات استواغان استيلايتي دبسيت استيلايتي فدميلا كان برات فدون هملو يو كان همبقى جتشو كان قسم كان قدر تاني يجو أكسيتي دي كان حال كانان أمن سيبناك إن شاء الله تعالى. الوجه الثالث في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة لازم وان باطلة تلزم وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزم أما قافا لازمني باطلة ملزومين باطلة أورتي لزم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات والرماطلون يكون نصوص صفاتها دوبا قلتني كأن صرفنا قرنقلتنا عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا بك قلبي ثاني تلتملي أنه مستلزم وأن يكون كان لزم سيسجدت قلبي تهدتني كان جدت أنه ظاهر يكون جدت يو ظاهر كان رتديفني مستلزم كانت لزم جدت قلبي تهدتني كان أو موهم للتشبيه الله تعالى بخلقه ظاهر يكون ربي خلقي ذاتي فكيسو يوكاني برسيس جيشو قلبي تلتني كاني تي أتي كاني أبطلا جيشو مؤبطلاني فكينيا كيدي ربي كيست جيشو أكا يدي مخلوقات جيشو قلبي تلتني كاتي تشبيه كون مو أرقمي جنان دوبا قلتني أتي كاتي مؤلبتي نفياتي جيشو. وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر رب خلقيته فكيسون كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء رب جل سنة. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه جد نن رب فكيس جل مخلوقتها فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر نمنم ورب نتن وصف جل مرمجل السفر وليس ما وصف الله به نفسه ونرب نتن وصفه هنتان ولا رسوله ونرجمان سايت ربي وصفه هنتان تشبيها ثاني يجرى شيخني بخاري شيخني قدان رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن من أبطال الباطل الربدا باطل الرأي أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى ظاهر كلام ربي كنتايسون وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه تايسون من أبطال الباطل وكفرا أو موهما لذلك تكاو كفري بالرشيسات أو انجدته. ثانيا لما فاء أن كتاب الله تعالى الذي أنزله كرب بوسة تبيانا لكل شيء وهند بينسا هالتين كرب بوسة جره وهدى للناس المنا ما تفكجل من هالتين كرب بوسة وشفاء لما في الصدور وأنقمنا ما كيس جرو دواء حالا نتائن كربين بوسجل ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد أكنا جتشوت إرار كما رأيتشوت ربين بين سن وان قبل شرة واجبته اعتقاده قلبه في سلة في أسماء الله وصفاته وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم أكلين ما تهركس جتشوت جتشوت دبين أكلين ما تهركس جتشوت يثبتون لله ما يشاءون وان فعل ربي ثبتشيسوا وينكرون ما لا يريدون وان فعلمو كان ربي مرمن جتشوت. وهذا ظاهر البطلان كوني ظاهرة بطلانات لوازمين هدو تجرى إن شاء الله درسي كانت تديبنا والله تعالى أعلم.
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.